نجوم المباراة الحقيقة الجمهور كله شافه في الشاشة يستلم ميداليته مع سمو الأمير. فرحوا بيه وهيصوا له تهييص خاص جدا وتحية خاصة. محمد صلاح النيلي أحد الغائبين، الإصابات حرمت بعض اللاعبين لكنها لم تحرمهم من الفرحة ولن تحرمهم من استلام الميداليات الذهبية. المنصة الرئيسية لاستاد أحمد بن علي، سمو الأمير شرف مصافحة سموه هو الشرف الأكبر، ما بالك عندما يكون مع هذا الشرف العظيم حمل كأس، وأي كأس غابت 30 سنة عن النادي العربي. النادي العربي بطل سنة 78 على الوكرة، 79 على الوكرة، 80 على الخور، 83 على السد، 84 على الأهلي، 89 على قطر، 90 على الوكرة. سنة 93 آخر بطولة كانت على السد، وبعد 30 سنة تعود لتكون على حساب السد. أحمد سويد المدافع الكبير القوي رغم صغر سنه تحمل عبء كبير ونجح مع زملائه في الوصول بالمباراة إلى بر الأمان بل والفوز بالثلاثة. نعم، الكأس سيكون باسم النادي العربي. هو ليس كأس قديم جبناه وحاطينه عشان الناس تشوفه، لا 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 لا، صدق او لا تصدق، لك ان تصدق، فالحلم اصبح حقيقة.